ممكن تكلمي لينا على التوقعات ديال غدا ان شاء الله ديال المباراة ديال الكرة مع المغرب مع البرتغال؟ التوقعات بطبيعة الحال أنا نقول لك غادي ينتصروا إن شاء الله، غادي يربحوا بشي 3-0 كيف ما داروا مع اسبانيا. ان شاء الله. كنتمنى لهم التوفيق يا ربي والنجاح، وحنا متفائلين، غنبقاو ديما متفائلين باش يبقاو ديما كيربحوا ويتأهلوا، ولما لا يتأهلوا حتى للفينال، قلوبنا معاهم. ربي يخليك. اشنو الرأي ديالك في المنتخب المغربي هذا العام؟ رائع بكل المقاييس، رائع. انا سبحان الله اول سنه اول مونديال كنتبعو بهذا الشغف وبهذا الاهتمام بصراحه. واخا انا كنت كويريه في صغري من هادشي، من الكواليس كنت كنلعب الفوت وجميع الالعاب الجماعيه والرياضيه ايتو، ما كنتش كنتبع بزاف. وهذا المونديال بالضبط من الاول وانا مواكبه المنتخب المغربي، كنشجعوه وكنحييه، وعجبوني الشباب ديك الطاقه ديالهم وبالوطنيه ديالهم وبالروح القتاليه ديالهم. والمدرب وليد الركراكي الله يعطيه الصحه وتبارك الله عليه، حتى هو كيفاش انسانيا، بعد التعامل الانساني مهم جدا، بين ان الحب والانسانيه ممكن تخلق نقدروا نقولوا معجزات ومفاجآت، تحقق بزاف الحوايج اللي الناس ما كانوش كيتوقعوها. حيت العقل كيخدم، كل شيء كيخدم، ولكن حتى القلب والحب مهم جدا في التعامل الانساني مهم جدا. فكنتمنى لهم التوفيق يا ربي، يا ربي ننتصروا. كلمه المنتخب غنقول لهم سير سير سير، الله يعطيكم الصحه اسود الاطلس. شكرا لك. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات.